صلت عليك يا النبي محمد صلى الله عليك النبي محمد. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نشارك معكم طبق اللحم كيجي رائع، تعتمدوه في الافراح ديالكم الصغيره والكبيره وتقدموه حتى للعائله، كيجي لذيذ ورائع. بسم الله. ناخذ المقادير. عندي هنا البصله، خديت انا 2 كيلو، 5 الحبات نتاع الثوم حكيتهم في الحكاكه، وكاس ديال الزيت. بالنسبه للزيت الا كانت عندكم زيت الزيتون هذيك اللي فيها المذاق شويه مجهد، بالاحسن كتستعملوا زيت المائده او كتخلطوا ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. كاس ماء فيه زعفران الحر، الماء مغلى، نصف ملعقه صغيره زعفران الحر او زعفران شعيرات، معلقه كبيره السمن الحار الخفيف، الا كان عندكم الجهد كديروا غير معلقه صغيره، معلقه كبيره كركم او خرقوم، نصف ملعقه صغيره البزار، ومعلقه صغيره الملحه. السمن راه مالح، ما نكثروش الملحه. 2 معالق كبار قزبر حبوب طحنتهم على اليد. عندي هنا اللحم 2 كيلو ونصف، نتوما كديروا على حساب افراد الاسره اللي عندكم. وعندي هنا ازير او اكليل جبل. الروزماري عندي هنا شويه، ما تكثروش، فقط 2 اعواد او 3 يكونوا صغار. غادي ناخذ نشحر البصله والثومه مع كاس نتاع الزيت. خديت هنا طنجره وضعت فيها كاس زيت المائده، وضفت البصله والثوم وغطيتهم وخليتهم يتشحروا على نار مهيله، كنأكد على نار مهيله ضروري، وكنخليوها تشحر حتى كتنزل. غادي نضيف اللحم حتى كنقليه شويه مع البصله، عاد كنضيف العطريه. البصله رجعات بحال هكذا، خصها تنزل، كتعطي واحد المذاق لذيذ لهذا الطبق. غادي نشحر اللحم قطع قطع، كنشحرهم على الوجهين، كنشحرهم جيدا. هاني شحرت اللحم، غادي نضيف العطريه. ممكن تخلطوا هاد العطريه وهاد السمن مع الماء المغلى اللي فيه الزعفران، او كتوضعوهم هكذا على اللحم مباشره. كنضيف الماء اللي فيه الزعفران فقط كأس. بعض المرات كنطيب هاد اللحم بدون ماء، لكن خص تعملوه بكري مع الصباح، او كتغطيوه على نار مهيله. انا ضفت هنا غير كأس ديال الماء فقط، ما تكثروش الماء. ضفت الازير او اكليل الجبل، ما تكثروش، راه كيعطي المروره. كتشوفوا شحال عملت في 2 كيلو ونصف نتاع اللحم. غطيت عليه على نار مهيله، كنخليه يطيب. كتشوفوها هو طاب. غادي نخلي المرق شويه يعقد. هنايا كنصفيوه، كنحيدو اللحم، وضروري وكنأكد نصفيو المرق من هذوك الشوائب نتاع الاكليل الجبل او الروزماري، وكنخليو المرق يتعسل. كنضيفوا فيه واحد المعلقه نتاع السكر الاسمر او العسل، فقط معلقه صغيره، ما خصش هذا المرق يجي حلو، فقط كنكسروا الملوحه وكنخليوه جانبا. هنايا عندي البرقوق، المشماش، الفواكه المعسله اللي حبيتو. ممكن تضيفوا الكيوي، كتستعملوا اللي حبيتو. كنغسلهم وكنضيف شويه ديال الماء، اعواد نتاع القرفه، معلقه صغيره زبده، معلقه سكر او 2 معالق على حسب القياس اللي غادي تعملوا. نوضعهم على النار كيغليو حتى كيتعسلوا على نار مهيله. ملي كيبدي يغلي الخليط كنخليوهم ينقصوا لهم النار ونخليوهم يتعسلوا على نار مهيله، وكنزينوا بهم الطبق نتاع اللحم. غادي ندوز نقدم الطبق. خديت الفواكه هي عسلتها، وكنقدم اللحم في الصحن مع الجوانب. كتشوفوا ما شاء الله اللحم اللون رائع، وحتى المرق ما شاء الله. الكل كيحب هاد الطبق، الصغير والكبير، كيجي لذيذ. احترموا المقادير، ما تزيدوش العطريه وما تنقصوش، فقط هاد المقادير اللي عملت كيجيو رائعين. كتشوفوا المرق راني صفيته وضفت فيه معلقه سكر الاسمر وخليته حتى كيتعسل هكذا، كيتقلى في الزيت ديالو. وكنقدموه زينت بالفواكه المعسله، كنقدموه وغادي نضيف الفواكه في وسط الصحن، وكنقدموه بالصحه والراحه لافراد الاسره وفي الحفلات ديالنا الصغيره والكبيره، كيجي لذيذ. بالنسبه للبرقوق راني ملأته باللوز مطحون، حمرت اللوز في الفران وطحنته حتى رجع عقده، وعملته اصابع عمرت به البرقوق المعسل. بالنسبه للمشماش عملت فيه البيكان،
وكنقدموه بالصحة والراحة. جربوه واعتمدوه في الحفلات ديالكم، يحمر لكم وجهكم ما شاء الله، كيجي لذيذ وكيجي رائع. بالصحة والراحة. كنشكركم على المشاهدة، إلى اللقاء. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك.